انتوا داخلين الامتحان بكره، داخلين تحطوا التعب اللي انتوا تعبتوه طول الترم في الورق. ده تاكدي من ده، انت مش رايحه عشان تتعاقبي، انت رايحه علشان كل تعبك تشوفيه وتشوفي نتيجه تعبك بكره بفضل الله. فانت بكره هتعملي كالاتي: اول ما تستلمي الورقه هتقومي قلبه الورقه، ما تبصيش فيها، هتقرا قول هو الله احد، قول اعوذ برب الناس، قول اعوذ برب الفلق، وتقومي قلبه الورقه وتمسكي القلم كده واحده واحده تحلي. السؤال اللي انت عارفاه واللي انت عارفه من اول مره حلوه، والسؤال اللي هتقريه وهتلاقي نفسك هتبذلي 5% بس تفكير فيه بنقطه صغيره بالقلم الرصاص وسيبيه وانزلي على اللي تحته. ليه؟ هقول لك دلوقتي. فانت حضرتك بدات النقطه الاولى حليتها تمام، اول سؤال انا سبت فيه نقطتين يجوا محتاجين تفكير شويه مش هفكر فيهم دلوقتي، قلت لك زي الفل. انزلي على اللي بعده، حليت السؤال اللي بعده كله ما وقفش معاكي حاجه، اللي بعده. المهم خلص نص ساعه، ساعه الا تلت في الوقت مثلا، هنقول نص ساعه وحليتي مثلا 70% من الامتحان. فضل ال 30% اللي هم الاجزاء اللي انت سايباهم. انت اول ما تطلعي تفكري في سؤال انت كسبت حاجتين، كسبت ان انت ما ضيعتيش وقتك وحليتي، وكسبت انك وصلت لمخك ان انت قربت تخلصي الامتحان. فبدل ما مخك كان محتاج وانت محتاجه منه انه يسترجع المنهج كله مره واحده، انت بتطلبي من مخك تقول لك يا مخ سيبك من 70% دول بقى، ضيع لي المعلومات الثانيه، انا عايزاك تركز على ال 30% دول. فتيجي اللي انت كنت هتبذلي فيه 5% مجهود عشان تفكري فيه، هتلاقي نفسك بتبذلي 1% من المجهود، لان مخك ما عادش عليه ستريس، ما عادش عليه ضغط خالص، المخ بقى فايق. تعالوا لي بقى يا 30% المخ فاضلكم. تبداي اول نقطه تفكري فيها. طب لقيتها وقفت معاكي شويه، لا يمكن انت شويه، انزل على اللي تحتها. حليت ال 30%، فضل 5% محتاجين تفكير اكتر، هطلع لل 5%، هيعدي نص الوقت وهتلاقي نفسك مفنشه الامتحان كله. طب انا خلصت في نص الوقت، اطلع؟ لا. طب يا جيو رجعت 20 مره لحد نص الوقت، اطلع؟ لا. طب يا جيو فاضل نص ساعه وانا رجعت وفنشت وعدلت وبص عملت كل حاجه، اطلع؟ لا. رجعت مره، رجعت 2، رجعت مليون، ما تطلعيش الا لما الورقه تتشد منك. وتاكدوا ان كل مره مراجعه انتوا هتراجعوا فيها، يا اما هتزودي اجابه ان اجابتك ما كانتش نموذجيه، يا اما هتلاقي نفسك ان انت غلطانه، يا اما هتلاقي نفسك في وحده قياس مش كاتباها. فايا كان النتيجه بتاعت المراجعه، تاكدي مليون في الميه انك راجعت مليون مره، هتعدلي في ورقتك في المليون مره. فافضل اعدل واراجع واعمل واشوف اجاباتي لحد امتى؟ لحد ما الورق يقول لي بعد اذنك كده ورقتك مش هديها مني، انا داخل الساعتين ولا الساعه ونص في الامتحان، انا قاعدهم ماليش طالع. طب واحده زميلتي طلعت تقول يلا عشان نطلع نجيب انت مالك حضرتك ده امتحان، يعني انت خلاص تاكد انت تعبك كله طول الترم كان علشان اللحظه دي، يبقى ما اطلعش وما اخافش. ده انا قاعده بحط تعب يا رب، انت شايفني وتعبت. طب انا نسيت حاجه، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، ده دعاء الانسان هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى رادد عليك المعلومه. ده طبعا لو مذاكر ما حدش يبقى داخل على الله ان شاء الله وقاعد بقى طول اللجنه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا يا رب، وانت ما بتردش عليه معلومات. ايه المعلومات ايه يا بجح؟ ده انتوا بجحين. انت اصلا المخ لو شلته هلاقي فيه اصلا الفطار اللي انت فاطراه الصبح، يعني ما فيهوش معلومات، ربنا يرد عليك معلومات ايه؟ فدي ما تبقوش بجحين. يعني اللي مذاكر يقول لي الدعاء بتاع النسيان، طب اللي مش مذاكر هينسى يقوله اصلا. تمام؟